في ألعاب بتسلينا وفي ألعاب ممكن تغير حياتك. قصة النهاردة بدأت بلعبة ألغاز وانتهت بتحقيقات وصدمة وإعلانات غريبة جدا. مستعد تعرف إزاي؟ خلينا نبدأ. وائل شاب عادي بيحب الألعاب على الموبايل، حمل لعبة ألغاز مشهورة وبدأ يلعب كل يوم قبل ما ينام. اللعبة كانت بتسأله أسئلة ذكية وكل مرة يجاوب كانت بتفتح له مرحلة جديدة. لكن بعد كام يوم بدأ يلاحظ حاجة غريبة، وهي إن اللعبة بدأت تسأله أسئلة شخصية. إيه أكتر حاجة بتخاف منها؟ لو عندك سر هتخبيه على مين؟ وائل افتكر إنها مجرد طريقة لجذب الانتباه، لكن اللي حصل بعدها كان صادم. فجأة ظهر وائل في إعلان على اليوتيوب. الإعلان فيه صوت وائل، مش شبهه، لأ ده هو فعلا صوته بنفس النبرة، بيقول كلام عمره ما قاله. وائل اتصل بالشركة اللي بتعمل اللعبة وسألهم إزاي صوتي ظهر في الإعلان. الرد كان غامض: أنت وافقت على الشروط وقت التحميل. بدأ يبحث أكتر واكتشف إن اللعبة بتستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل وتحليل الأصوات، وبتصنع شخصيات افتراضية تشبه اللاعبين وتستخدمهم في الإعلانات. مش بس وائل، ده في آلاف غيره تعرضوا لنفس الشيء. التحقيقات كشفت إن الشركة بتجمع بيانات صوتية وسلوكية وتبيعها لشركات تانية علشان تصنع محتوى مخصص. يعني ممكن تلاقي نفسك في إعلان أو فيلم أو حتى لعبة تانية من غير ما تعرف. القصة دي مش خيال، دي بتحصل فعلا. فكر قبل ما توافق على الشروط وافحص التطبيقات اللي بتستخدمها. ولو عجبك الفيديو شاركه مع أصحابك واشترك في القناة عشان القصة اللي جاية هتكون أغرب.